الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظكم الله تعالى، أكتب إليكم هذه الرسالة راجين الله تعالى أن يرحم فقيد الأمة الرئيس المناضل حافظ الأسد، وأسأله تعالى أن يحفظكم ويحفظ سوريا العروبة قلب الأمة وعرينها. أنا لم تكن علاقتي بالنظام جيدة، أنا محبوس عند النظام ست مرات ومخلوع كتفي عند النظام، وأشقائي حبسوا، أخي عمره كان 13 سنة ونص حتى قبل سنة 2000 يعني. أنا قبل ذلك مطرح تكون لغة إيجابية تجاه حافظ الأسد والجو اللي كان بيصير. أن نحن كنا بهذاك الوقت أنه حافظ الأسد والنظام السوري مع العروبة وللدفاع عن مع المقاومة، ونحن كلنا نحن المقاومة. يعني أنا من درب حزب الله بالمقاومة بجنوب لبنان، بيعرفوا قيادات حزب الله أنه كلهم كان يفوتوا عندي تحت باطي بجنوب لبنان بصيدا يتدربوا على المقاومة. بعد معلقات الرثاء ينتقل الظاهر إلى وصف الرئيس بشار. أنتم يا سيادة الرئيس من عرف بأنه رجل العلم والثقافة والنظر البعيد، من يتطلع دائما نحو الحداثة والتكنولوجيا وتطوير الإدارة، بل أنتم يا سيادة الرئيس من ينتظره كل السوريين والعرب واللبنانيون خاصة ليأخذ بأيدينا نحو البناء والوحدة والصمود أمام الأخطار المحرقة. وأنا أطالبك باعتبارك جاي من أوروبا، من إنجلترا ودارس طب، ويعني تفهم بالتكنولوجيا وتفهم بالحريات، أنك تمنع هؤلاء عن الظلم وعن الفساد وعن الإساءة للناس، وأن ترفعهم عن الإساءة إلينا. غير أن الظاهر وبعد أطيب التمنيات ينتقل إلى شكاية إساءات مسؤول الأمن في عكار. يا سيادة الرئيس، أرفع إليكم هذه الرسالة لأشرح وأبلغكم بأن هناك ممارسات وإساءات وارتكابات حصلت من قبل مسؤول الأمن في عكار بحق الشخصي كنائب، وبحق أقربائي، وبحق مؤيدين لي في منطقة عكار. أهينوا وأسيئت معاملاتهم وأدخلوا السجن وشتموا وهددوا. ومارس المسؤول الأمني في عكار بحقهم كل الممارسات التي لا يجوز لها أن تحصل، بل وصل به الأمر إلى الطلب إلى عدم الترشح باسم القيادة السورية، وهدد أكثر من 50 شخصا من المقربين إليه بالابتعاد عني وإلا. بعام 2000 النظام السوري والمخابرات ضغطوا علي وعلى أشقائي وعلى أحبائي بأن لا أترشح. طبعا أنا ما انسحبت. أمام هذا الواقع كتبت رسالة بعثتها لرئيس النظام السوري الآن. هددني يوم المسؤول الأمني في عكار أمام 50 رجل، وقال لي أنت لازم تكون بالسجن، أنت من جماعة الضمنية، يعني تهديد بتركيب ملف، وأنه ما لازم تترشح أنت. فرديت عليه أنا قدام الناس كلها بلغة قوية أنه بيحق لك أنت تحكي معي. قلت له أنا خالد ظاهر قبل ما أكون نائب، يعني أنا القبضاي اللي ما في شيء بخوفني، وبالتالي أنا راح أترشح لو بدي أخذ صوتي. هذا المسؤول الأمن اللي ذاكره بالرسالة طبعا هو اللي كان بحلبة، اللي كان عقيد اسمه محمد مفلح، هلا انشق على النظام. عرفت كيف؟ نعم. لكن الظاهر لم يفقد الثقة بسيادة الرئيس. وأنا على ثقة بأنكم يا سيادة الرئيس لا ترضون بهذا التصرف، لأنكم اليوم بمثابة الأب الحنون للجميع والأخ الكبير لكل الوطنيين والإسلاميين في لبنان. فهذه الرسالة أنا إذا وجهتها لبشار الأسد، هل في هذا الأمر ما يسيء إلي؟ يسيء أو لا يسيء؟ هذا هو السؤال.